اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل عزومه على السريع كده ومش هتاخد مننا وقت، وهنبتديها وهندخل في الموضوع على طول عشان ما اطولش عليكم. دي ايه يا حبايبي؟ دي مكرونه. فهنعمل النهارده مكرونه بشاميل وهنعملها بطريقه سهله وحلوه كده. وهنعمل البصل اللي هنعصق بيه اللحمه بتاعتنا. يبقى انا حطيت بصلتين كبار حلوين كده، وعندي كام قرن فلفل. حتى البصل هيتفرم وهحط عليه الفلفل. احلى يعني عصاج بعمله للمكرونه. لما بحط عليه الفلفل بيبقى بتدي طعم حلو قوي يعني. تمام. وهضرب ده كده في الكبه كده حبايبي. البصل عملناه مع الفلفل زي ما انتم شايفين، وعندي هنا نص كيلو لحمه مفرومه. وتعالوا بقى بينا نروح على البوتاجاز. كده حبايبي هنزل باللحمه كده واعصجها كويس. هحط معاها البصل بس لما يتغير لونها. كده طبعا انا حطيت معلقه من الدهن اللي انا مسيحاه، دهن حيواني برضو اهو. الريحه طالعه روعه، الريحه طالعه روعه. مع اللحمه هحط شويه فلفل اسود بس، مش هحط حاجه تانية غير الفلفل الاسود دلوقتي. هنزل بالبصل كده حبايبي. البصل كتير، البصل كتير. هشيل شويه عشان احتاجهم برضو للفراخ. كده حبايبي نسيبها. احط بقى معلقه الملح، املحها يعني. وكده خلاص العصاج بتاع اللحم بتاعنا اتعمل. بشاميل هنعمله مع بعض برضو على السريع. هعمل بقى البشاميل. هحط نص كوبايه دقيق. تمام. وهعمل البشاميل بتاعنا. حطيت انا كده شويه زيت. تمام. وهحط معاهم معلقه زبده. تمام حبايبي. حط الزبده. طبعا البشاميل كلنا احنا عارفين بيتعمل ازاي، يعني حاجه مش جديده علينا، وعملناها مع بعض قبل كده كذا مره. هنزل بيه الزبده بقى هنا كده، وهقلب. هي معلقه بس كفايه. وهقلبه مع بعضه. التليفون فصل من الحر. كنت انا حمرت الدقيق وحطيت الحليب زي ما انتم شايفين كده، وبدأ البشاميل بتاعي يتماسك. دقيقتين وهطفي عليه. شايفين اهو، يعني مفيش فيه ولا كلاكيع ولا فيه حاجه، واحنا عملناه مع بعض كذا مره حبايب قلبي. كده حبايبي خلاص البشاميل بتاعنا. بحط بقى، بعمل تركايه كده، وهحط عندي شويه جبنه رومي اهو. هحطهم في قلب البشاميل كله، يعني هحطهم في قلب البشاميل بتاعنا. بعض الاحيان كنت انا بحط الجبنه الرومي على ده فلفل اسود من الجبنه. كنت بحط الاول مع البشاميل اخر حاجه بحطها الجبنه على وش بتاعه، لكن لا، هحطها هنا كده مع البشاميل. هتسيح خالص معاه زي ما انتم شايفين كده اهو. وهسيب بقى البشاميل بتاعنا يهدى لحد ما نشوف هنعمل ايه تاني. كده خلاص البشاميل. ونكمل حبايب قلبي. وهنعمل النهارده مع المكرونه بشاميل، هنعمل فراخ بطريقه حلوه ولذيذه. ممكن نقول عليها فراخ تكه، فراخ في الفرن بطريقه سهله، يعني سموها زي ما تسموها، بس هي اقرب ما يكون اللي هي الفراخ التكه. وهنعمل معاها شويه عيش كده، وهنعمل معاها رز بسمتي. يعني النهارده هندلعهم اخر دلع. فتعالوا بقى بينا حبايب قلبي. انا غاسله طبعا الفراخ ومظبطاها ونقعاها وبخل وليمون وزي الفل. تمام. عندي هنا البهارات بتاعتي. كمون، بهارات فراخ، وبابريكا، وجنزبيل، وشويه كاري، وملح، وفلفل اسود. ودي البهارات اللي انا هستخدمها. هنحطها على جنب. عندي هنا معلقه توم برضو هحطها على جنب. وعندي هنا ربع كوبايه خل. وعندي هنا كوبايه اللي هي صغيره، او ربع كوبايه زيت زيتون.
وعندي هنا عسل اسود هاخد منه معلقه، ما عندكش عسل اسود يبقى عسل ابيض، ما فيش ادنى مشكله. وعندي الفراخ هنا عاملاها ومخلياها زي الفل. عندي هنا عامله صدور وعامله وراك، عشان في اللي بيحب كده واللي بيحب كده. تمام. فانا هقطع بس الايه، هفتح كده الصدور الوراك بتاعتي من كل ناحيه عشان التتبيله. واقل حاجه التتبيله بتاعتنا لازم نكون متبلينها قبلها اقل حاجه 3 ساعات او حاجه. ويا سلام لو كانت متبله من بالليل، هتبقى طبعا يعني شاربه التتبيله وزي الفل كده، ويعني هيبقى طعمها مختلف طبعا، يعني واخده وقتها في التتبيله احسن ما يكون ان هي لسه ما اتبلتش. طبعا عصرت على الفراخ بتاعتي ليمون، هقطعها برده كده وهنرجع نشطفها برده تاني شطفه اخيره كده حبايبي. السكينه عندي هي حاميه بس مش عارفه فيه ايه. الصدور برضو نفس النظام، هفتح كده الصدور القطع كده هفتحها بالشكل ده. طبعا انا حاطه عليها جنزبيل وانا بغسلها، وحاطه عليها شويه فلفل اسود بيمنع الزفاره خالص. عايزه تحطي حبه قرنفل برضو معاكي زي ما انت حابه. تمام. نقطع الفراخ كده كلها واشطفها وارجع لكم. هنيجي بقى هنجهز الايه، التتبيله بتاعه الفراخ بتاعتنا الجميله. اول حاجه عندي هنا عصير ليمون. تمام. بايدينا كده، مفيش داعي بقى ولا العصاره ولا حاجه، بايدينا كده على طول اعصر الليمون. عصرت الليمون كده حبايبي زي ما انتم شايفين. وعندي هنا بقى معلقه كده بصل، معلقه مش كبيره يعني، ريحه بس كده طهيه. وعندي هنا معلقه الثوم كلها. وهنزل هنا بزيت الزيتون. مفيش زيت زيتون بنستخدم زيت عادي مفيش مشكله. نحط شويه الخل وهنحط معلقه العسل. هما دول تقريبا اخر شويه في العلبه بس مش مشكله يعني، هو احط معلقه العسل هما اخر حاجه. فخلاص احنا مش هنستخدم العلبه تاني، فهنزلهم بقى كلهم كده من قلب الايه، العبوه. تمام. وهنزل بقى بالتوابل بتاعتي، بهارات الفراخ، البابريكا، الحبهان، الكاري، الكمون، الفلفل الاسود، الجنزبيل، والملح. تمام. دي البهارات بتاعتنا كلها. وهقلب بقى الخليط بتاعنا الجامد ده. حطيت طبعا بصل بودر وحاطه ثوم فريش، ودي التتبيله اللي هتبل فيها الفراخ بتاعتنا. تمام حبايبي. الريحه بتاعت التتبيله لوحدها حكايه كده حبايبي. خلاص التتبيله بتاعتنا بقت جاهزه اهو. وهنزل بقى بقطع الفراخ واتبلها كده كويس كده حبايبي، وهسيبها تتشرب زي ما قلنا. اقل حاجه لازم تكون الفراخ دي متبله تقريبا 2 3 ساعات اقل حاجه يعني، عشان تبقى واخده الطعم اللي احنا عايزينه. ماشي حبايبي كده. تبلها كلها، بسيب قشر الليمون بيدي ليها ريحه برضو حلوه قوي كده حبايبي. خلاص وانزل بقى بباقي شويه التتبيله زي ما انتم شايفين كده، وهسيبها لحد ما اخلص الحاجات اللي ورايا وتبقى ان شاء الله اتبلت. وزي ما قلت لكم اقل حاجه نسيبها حوالي 2 3 ساعات في قلب الايه، التتبيله بتاعتنا. الريحه بتاعتها من غير اي حاجه يعني مش قادره اقول لكم على الجمال بتاعها كده. بقى هبتدي اجهز الايه، صينيه المكرونه بتاعتنا. تمام. بشتغل في حاجه صغيره ما عنديش انا مشكله، بس اللي بلاقيه قدامي بشتغل بيه. شايفين البشاميل بتاعنا عامل ازاي الروعه والجمال. وانا بحب المكرونه بقى تبقى صيصه كده في قلب الايه، البشاميل. ماشي حبايبي. هجهز بقى الصينيه بتاعتي. نحط شويه بشاميل حلوين كده، نشيل ده بس نوسع لنفسنا لان الحته ضيقه عندي على الرخام. تمام. تعالوا بقى القالب بتاعنا الجميل ده، وابتدي انزل بالمكرونه اهو. طبعا بصوا المطه اللي فيها دي بتاعت الايه، الجبنه. تمام حبايبي. ادي اول ايه، راق عملناه اهو زي ما انتم شايفين كده كده حبايبي. وابتدي انزل بقى باللحمه اللي احنا عصرناها، وحطيت عليها معلقه صلصه، او لو عندك عصير طماطم برضو مفيش مشكله اهو. افرد كده
العصاج بتاعي كويس زي ما انتم شايفين. كده هو المقدار بتاع اللحمه اللي انا حطاه كويس جدا يعني ماشي. انا مش بحب اكتر عن كده، لان انا عندي هم مش بيحبوها اللحمه كتيره يعني، فهي بس هي كده كويسه جدا، المقدار بتاعها كويس قوي قوي. تمام. نعمل بقى الطبقه الثانيه كده حبايبي. هبتدي طبعا انا المكرونه اللي عملتها والبشاميل اللي انا عملته والعصاج برضو نفس الموضوع، هيعملوا لي صينيه كمان، يعني هيعملوا صينيه تانية. تمام. فهنعمل صينيه بحطها في التلاجة اي وقت اكون مثلا راجعه مثلا ايه مستعجله، راجعه من شغلك ما فيش حاجه تعمليها، تطلعيها تعمليها، يعني ايه تبقى مش لازم كده بقى كفايه وخلاص. يبقى كده انا عملتها اهو. هعمل بقى التانية نفس الموضوع، وكده من نص كيلو لحمه عملنا احلى صينيتين مكرونه. هجيب باقي المكرونه طبعا، هاجي بقى على البشاميل بتاعي اللي انا هحطه على الوش، وهنزل ب3 بيضات كده، وهضرب البيض ده كويس في قلب الايه البشاميل. تمام. ده بيخليه لي طبقه بشاميل هايله وهشه وجميله. وطبعا غير لما انا احط البيض على الوش بعيدا عن ايه بقى، يبقى فيه زفاره، يبقى فيه حاجه زي ما انتم شايفين كده. البشاميل بتاعنا اهو. هبتدي بقى احطه على القوالب بتاعتنا واخلصه اهو كده. شويه بشاميل على الوش بيبقوا اخر طعامه واخر روعه كده حبايبي. خلص كله مع بعض كده كده حبايبي. خلاص خلصنا القلبين كده بتوع او الصينيتين بتوع الايه المكرونه كده. خلاص المكرونه نشيلها بقى لحد ما نشغل الفرن بتاعنا ونشوف هنعمل ايه بعد كده. هنا حبايبي شغلنا الفرن وهنرص بقى الفراخ بتاعتنا. طبعا الفرن لازم يكون شغال من قبلها. تمام. رصينا الفراخ كده. الفراخ عندي التتبيله بقى اللي هي دي. شيل قطع بس الليمون كده وهحط التتبيله على الفراخ بالشكل ده. هنشيل الليمون دلوقتي كده حبيبي. شيل قطع الليمون بقى، مبقتش محتاجاها في التتبيله اهو. وبقت الايه الفراخ جاهزه عندي بالشكل ده. ادخلها بقى الايه الفرن وهسيبها مجرد ما اتحمرت من فوق. خلاص كده اعتبر ان هي ونشفت، اعتبر ان هي الفراخ بتاعتي كده استوت. خلاص انا خلصت الفراخ طلعتها شايفين، بس انا حطيتها على البوتاجاز لسه سخنه، ما حطيتهاش في بتاع. عملتها بخرتها بفحمايه زي ما انتم شايفين. وبكده الفراخ بتاعتنا احلى من تكه يعني كتير كتير، وحاجه عاملاها في البيت. وزي ما انتم شايفه طالعه معانا بالشكل الرائع الجميل ده. خلاص نطلع بقى الفراخ بتاعتنا وهنرصها في طبق التقديم زي ما انتم شايفين كده. الفراخ ما شاء الله ريحتها روعه روعه روعه. نجهزها كده بقى ونكمل باقي السفرة بتاعتنا. كده حبايبي. طبعا في لما طلعت على طول يعني في ناس مستنتش الاكل فايه يعني غرفوا واكلوا، فما فيش مشكله الحمد لله الخير كتير يعني. تمام كده. خلاص خلصناها كده الفراخ. نكمل بقى باقي الحاجات بتاعتنا ونقدم السفره كامله. طبعا انا بيطلع من عندي من هنا الصوص ده بتاع الفراخ اللي تحت الفراخ ده، انا مش برميه، لا ده انا ده ممكن بعمل بيه مكرونه، بعمل بيه بحطه على خلطه الرز البسمتي، بحطه على اي حاجه. تمام يعني ده انا بستغله برضو كده. عملت السلطه الخضراء، قطعت الطماطم والبصل والجزر الخيار، للاسف ما عنديش جزر. هحط عليها بقى الملح والكمون والفلفل. احط شويه خل الاول ماشي، وهحط عصير
ليمون، نص ليمونه كده، وهحط الملح. كل ده اوام اوام كده يعني، السلطه مش محتاجه. وهحط الفلفل الاسود، وهحط كمون. كده السلطه بتاعتنا خلصت. نحطها بقى في الايه، في الاطباق. كده حبايبي ده الاكل بتاعنا النهارده. عملنا الرز البسمتي الجميل ده، وده الفراخ، وعملنا العيش البوري، وسلطه الطحينه، ومكرونه بشاميل، وسلطه خضراء. اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسونوش لايك وشير وسبسكرايب للقناه وفعلوا الجرس حبايبي عشان يوصل لكم كل جديد. ويا رب دايما اشوفكم على خير.